السلام عليكم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ هشارك معاكم النهاردة فلوج اول يوم العيد، وابتديت معاكم الفيديو من يوم الوقفة بالليل لحد اخر اليوم، فيلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا بيكم في مساء وقفة العيد. خلاص يا جماعة، شفنا الرؤية وبإذن الله يوم الجمعة اللي هو بكرة أول أيام عيد الفطر المبارك. طبعا أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا ومتحمسة جدا جدا جدا. طبعا عملت الروتين بتاعي عادي جدا اللي صورته معاكم قبل كده، اللي هي تجهيزات ليلة العيد. عملت نفس كل حاجة صورتها لكم في الفيديو، وطبعا أكيد خدت الشاور وعملت العناية ببشرتي وبإيدي، وعملت كل العناية. كمان رسمت الحنة، الرسمة الهادية دي. بصراحة الرسمة دي عجبتني قوي واحدة من اللي كنت رسمها معاكم قبل كده. وكمان رسمت الحاجات دي في ايدي التانية. تمام، رسمة هادية وبسيطة وكيوت. تمام، بس العناية ببشرتي بس ناقص الترتيب، فهعمل معاكم الشيت ماسك. بس الأول خلينا نعمل ايه؟ هنشيل زينة رمضان يا جماعة علشان نحط بلالين وحاجات العيد، فيلا بينا. أكيد كنت زعلانة عشان رمضان خلص، بس كنت فرحانة عشان العيد جاي. خلاص شلت كل زينة رمضان وجبت كيس البلالين ده. عجبني قوي عشان فيه ألوان كتيرة، بس بجد ألوان قد ايه. فهنفخهم كلهم ونشوف هحطهم ازاي في الأوضة. وابتديت أنفخ في البالونات، أكيد يعني منفختهمش كلهم لوحدي. وشغلت التكبيرات علشان الأجواء وكده، وهعمل بقى البالونات كلهم بالشكل ده، بيبقوا 3 كده مع بعض. هو انا مش عارفه اشرح لكم قوي بصوتي، بس باين عندكم عملي. انا ما زرعتلكمش الفيديو عشان تعرفوا تشوفوا الطريقه وكده. بلف البالونتين كده كاني هربطها، بعد كده بحط البالونه التالتة كده وبكمل بقى الربط عادي جدا. وكده بتكون خلصت، بجد طريقه سهله جدا وشكلها بيبقى حلو. دلوقتي هنعمل السائل اللي هنحط فيه الشيت ماسك. هفهمكم دلوقتي متستغربوش. اول حاجة دي مية خيار، ببشر الخيار واصفيه كويس. تمام. بعد كده هحط مية ورد. ودلوقتي هنستخدم اللي هي الشيت ماسك او اللي اسمها الكبسولة المضغوطة دي، بتلاقوها في كل حتة، في محلات مستحضرات التجميل، محلات الميك اب، محلات المنظفات. بصوا في كل حتة بجد موجودة. كنت بحاول بس اوريكم شكلها. هي فكرتها بتبقى مضغوطة كده وناشفة، فأول ما بنحطها في السائل بتكبر كده وبتنفش، يعني خلاص بتبقى زي الشيت ماسك عادي. أول ما بتحطوها بتلاقيها بتكبر كده. ماشي، مش هعصرها كتير، ونفتحها كده بالراحة. ببتدي ان انا افتحها واحدة واحدة علشان ما تتقطعش. هي اصلا مش بتكون رقيقة اوي يعني، بس برضه بالراحة. ببتدي احطها على بشرتي. والجزء الموجود عند العين ده بتحطوه وانتوا قافلين عينيكوا. دي لما بنغمض عينينا بنحطها، لو تفضلوا بقى فاتحين عينيكوا فارفعوها كده. فهسيبه على بشرتي لحد ما ينشف، يعني هسيبه لحد ما المية تنشف خالص، وبعد كده نشيله. بس انا حسيته نشف شوية فهشيله. بجد البشرة اترطبت بعمق، بجد تحفة قوي، كأني اشتريت شيت ماسك من بره. فاهم؟ جميل قوي قوي قوي. يلا بينا بقى نحضر الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها، فيلا بينا. طبعا بقى على حسب انتوا هتحطوا الكحك والبسكوت والحاجات فين يعني، بس انا حطيتهم في البتاع ده، بصراحة مش عارفة اسمه. حطيت كحك وكمان حطيت البسكوت، واهم حاجة في ده كله البيتي فور، وكمان الغريبة صغننة كده ومسمسمة. وحطيت قراقيش، حطيت قراقيش سادة وقراقيش بالعجوة. ودلوقتي هنحضر تسالي العيد. وانتوا دلوقتي تستغربوا عشان انا ما حطيتش شوكولاتة العيد والحاجات دي، عشان مش بنحبها، احنا بنحب البونبوني واللب والسوداني والحاجات دي. فحطيت بس الحاجات اللي انا بحبها.
وهروح دلوقتي انام لحد صلاة العيد. وصحيت غسلت بشرتي بالغسول، وكمان غسلت اسناني واتوضيت ولبست الاسدال ورحت صليت الفجر. بعدها طلعت لبس الصلاة اللي هصلي بيه، الكارديجان والبيزك الاسود والبنطلون، ما طلعتش اي حاجة تانية عشان الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا لسه راجعة حالا من صلاة العيد. وعملت ايه؟ شاي بلبن يا جماعة، اهم حاجة الشاي بلبن مع الكحك والبسكوت والبيتي فور والحاجات دي كلها. طبعا يا جماعة انا كنت عايزة اقعد واتصور وكده يعني، بس انا روحت ليه لان هما بيفرقعوا الشماريخ او الصواريخ دي اللي بتقعد تعمل نار كده في الجو، فبصراحة خفت منها جدا. وكمان لو جت على عينيكوا بتحرقكوا جدا، انا حتى بس جت في عينيا فحرقتني جدا، فمش عارفة بقى استخدمها قطرة ولا ايه، بس تمام. يلا بينا دلوقتي ناكل كحك البسكوت مع الشاي بلبن. في ناس بقى بتاكل وبتعمل، لا لا لا، انا لازم شاي بلبن، يعني مبعرفش اكل دلوقتي مع الكحك والبسكوت. ومع الكحك والبسكوت ابتدي بايه؟ ابتدي بالبسكوت. نبتدي بالبسكوت، بجد بعشق البسكوت جدا جدا جدا. بسم الله. انا مش بحب اللي هو يدوب قوي يعني. مم. البسكوت قمر قوي قوي. هكملها اكيد، بس هندوق بس مع بعض حاجة تانية. انا بالنسبة لي كحك المفروض ادوق دلوقتي، بس انا بحب اكل كحك لوحده، مبعرفش اشربه مع شاي بلبن، بس هنجرب. ناخد. ما بحبش خالص الكحك مع الشاي بلبن، بحب اكله لوحده. تمام، يلا بينا كده ندوق باقي الحاجات. ده البيتي فور، هدوق بقى اللي بالشوكليت هنسقطه. وايه على البقاء، ايه الجمال ده. وهي قطحان وقت الغريبة، حسيتي شكوبام والله قسما بالله مش قريبة، اتنقنق بيها كده. ومع اخر حاجة هي القراقيش. بصراحة انا امبارح عملت شاي بلبن ودقت اللي هي السادة، فندوق بقى دلوقتي بالعجوة. اكتر حاجة عجبتني البسكوت بصراحة، بعدها عطل البيتي، بعدها الكحك من غريبة، بعدين قراقيش. اكمل بسكوت، واكمل انا بقى شرب الشاي بلبن مع الكحك والبسكوت. وهنام دلوقتي اصلا الساعة 7 وحاجة، فانا مثلا ممكن اصحى على الساعة 11 11 ونص 10. تمام، مش هنام كتير قوي، بس لازم انام شوية عشان اصحى فايقة، علشان نكمل باقي اليوم ونشوف هنخرج فين ونعمل ايه. اوكي، راح انام. وصحيت الساعة 11 وطلعت الجاكيت وهودي البينك، وكنت محتارة طبعا ألبس ايه، بس على الاتنين طلعت البيزك اللي هو الأسود والبنطلون اللي اشتريته جديد، وطلعت الإكسسوارات دي. خلاص أنا لبست واستقريت على ده كده، وأصلا هخرج فين؟ مع صحابي، هخرج مع صحابي عشان كده لميت شعري. اوكي بقى كنت نصيحة فكرة، طيب أنا دلوقتي هعمل حاجات في بشرتي مش ميك اب، في نفس الوقت حاجات بسيطة. تمام. تمام. أول حاجة بخلي بشرتي كده فيها شوية مية، يعني بشطف بشرتي مش بنشفها، بسيبها تنشف لوحدها،
وأقوم على طول حاطة الكريم المرطب كده بشرتنا تفضل طول اليوم حلوة وجميلة، وفي نفس الوقت المية طبعا بتفيد البشرة وتخليها جلوي كده وحلوة. والبشرة فيها شوية مية هحط على طول المرطب قبل أي ميك اب، أو لو حتى هتحطي صن بلوك بس لازم ترطبي بشرتك. الطريقة دي جربوها بجد حلوة اوي، والترطيب بيبقى اكسترا اوي، بتخلي البشرة جلوي ازاي في نفس الوقت مش ملزقة. بحط من كريم جلو اند لافلي بعشقه والله العظيم بعشقه جدا. كمان في صن بلوك انا كترت صح كفاية اوي كده، بحبه جدا بس انا كترت. مش بحب ميك اب اصلا كتير، او لما بحط حاجة بسيطة زي ما هتشوفوا دلوقتي. ليه؟ عشان اولا هو حرام، ثانيا عشان لسه بشرتي يعني مش هتستقبل الميك اب اوي، فاهماني. الخطوة التانية الكونسيلر، انا هحط كونسيلر على حاجات بسيطة جدا الاماكن دي بس، مش هحطه على البشرة كلها. انا بحط من دي دايما فهي فاقعة اوي او درجة فاتحة جدا، فانا هحط من دي شبهي شوية يعني لون درجة بشرتي. بحب الكونسيلر ده اوي بس مش هحطه على منطقة تانية، حتى مش هثبته وهدمجه بالباف باودر دي. ليه؟ علشان مش لاقية البيوتي بلندر، محدش يحط زي الكونسيلر لان الطريقة اللي حطيتها دي غلط، بس علشان الباك باودر مش بعرف ان انا اعمل كده بيها او كده، فبعرف ان انا ادمجها كده، فاهماني. حابين تحطوا مسكرة اوكي، انا مش عايزة احط مسكرة. حابين برضو تحطوا بلاشر تمام، بس انا مش هحط على شفايفي البي دول. احط كده من تحت سو هي ليها لون كده او جلوسي كده. اصلا يعني انا بحط الميك اب او الليب جلوس او الحاجات دي لما باجي بنزل بتكون مش اصلا، فاهماني. عشان كده ايه لما باجي بنزل فاللمعة بتهدى شوية. ده كده الفاينل لوك، طبعا يعني سرحت حواك بيه. هلبس الكوتشي الابيض، التوكة في الشنطة تطلع شكل حلو قوي. انا كده وانا نازله خلاص، انا اللقطه دي كنت بصورها لكم وكنت لابسه الكوتشي وكل حاجه، ففجاه وانا نازله لقيت السوسته بتاعه الهودي اللي انتوا شايفينها على الذهبي دي اتقطعت، فاكيد يعني كنت لازم اغير، فلبست الجاكيت بدل الهودي البينك، كل حاجه زي ما هي لابساها بس ما عدا الهودي غيرته بالجاكيت. وانا كمان زعلت عشان صورت لكم فيديو شورتس بتاع طقم العيد، بس خلاص بقى مش مشكلة، والجاكيت برضو حلو فهننزل بيه عادي جدا وهنكمل. فيلا بينا بقى نشوف الخروجة. جاهزة اني انزل، يلا بينا. هلو، بصوا تقريبا الفيديوهات كلها هتبقى في الركن ده لانه عجبني قوي وعايز يتظبط شوية، بس تمام. انا لسه جايه من بره واكيد شفت انا لبست الجاكيت ليه، ثانيه اوريكم. الدليل اهو، نازله عادي جدا فجاه بعمل السوسته، السوسته اتخلعت، واكيد يعني مفيش وقت وكده ان انا انزل اعملها، واصلا مفيش حد فاتح، خلاص يعني قلت هنزل بقى بالجاكيت. يلا مش مشكله، سبحان الله كنت جايباها لاول يوم اتلبس لاول يوم، و السوسته بقى اصلحه بقى بعد العيد ان شاء الله، مفيش نصيب ان احنا نخرج بيه، مفيش اي مشكله. لو اي حاجه حصلت لكم عادي استقبلوها عادي، ما تعرفش اللي كان هيحصل وكده، دي مش قطعة، دي فاتحة للبادي او للبيزك يعني. تمام، فاي حاجه تحصل لكم ولا الحمد لله وخلاص، قدر الله ما شاء فعل، ما تزعلوش ما تتضايقوش، فاحسن ما تيجي فيكم والله، يعني حاجه تحصل في الهدوم او تحصل حاجات مش فيكم انتوا او في صحتكم احسن بكتير من النتيجه عليكم. تمام، ما صورتلكمش الخروجه كلها، بس احنا كلنا شوكولاته وكلنا ايس كريم وشربنا عصير وكلنا بس كلنا حاجات كتيره جدا وانبسطنا، ودخلنا الملاهي وصورتلكم بس العربيات، فاهميني. فخرجنا في حتت كتيرة بس علشان استمتع اكتر بالخروجة، عشان استمتع اكتر بالخروجة ما صورتهاش كلها.
انا اسفه بس عشان كنت استمتع وكده وصحابي قلنا اخرج كتير فاهميني. ف بس قلت لكم بس لقطات بسيطه. دلوقتي الساعه 5 وانا مش عايزه انام بصراحه، عايزه اقضي اليوم اكتر لعب وبتاع وكده وضحك وهزار، فمش عايزه ان انا انام واضيع اليوم كله نوم فاهميني. أنا ممكن تاني او تالت يوم بنام في نص اليوم عادي، بس النهارده مش عايزه انام واقعد اعمل بلانين واقعد بقى مع قرايبي والكلام ده كله والعب كده لحد بقى ما يجي وقت الغدا اصور له. دلوقتي الساعه 7:30، قعدت شويه وكده ونمت نص ساعه، لسه صاحيه يعني نمت الساعه 6 وحاجه، مش عارفه والله نمت نص ساعه او ساعه كده عشان كنت لازم بجد انام لاني مكنتش فايقه. فدلوقتي هتغدى، لو عرفت اصور لكم حاجه من الاكل هصور. اوكي. ما عرفتش اصور لكم الغدا بس بالليل بقى خالص، قلت هعمل سهرة كده جميلة، فحضرت تسالي وكمان حطيت كده الكحك والبسكوت يعني، بيبسي وفاكهة، حطيت يعني كده كام حاجة وكمان شغلت فيلم وقعدت اتفرج. وبكده يكون فلوج اول يوم العيد خلص. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم اكتبولي تحت في الكومنت، ويستنوا باقي فيديوهات فلوجات العيد، وبحبكم جدا جدا. باي باي.